السلام عليكم. اليوم سنأخذكم إلى واحد من أشهر الأماكن الغامضة في مدينة طنجة، وهو قصر بيرديكاريس الموجود وسط غابة الرميلات المطلة على المحيط الأطلسي. الكثير من الناس يزورون هذا المكان كل سنة، لكن القليل منهم يعرف القصة الحقيقية وراء هذا القصر العريق. تبدأ القصة مع رجل يدعى إيون بيرديكاريس، وهو رجل أعمال ودبلوماسي ثري عاش في طنجة خلال نهاية القرن التاسع عشر. أعجب بالطبيعة الخلابة للمنطقة، فقام ببناء قصر كبير وسط الغابة ليكون مكانا هادئا بعيدا عن صخب المدينة. لكن هذا الهدوء لم يدم طويلا. في سنة 1904 وقعت حادثة غريبة هزت المغرب والعالم بأسره. فقد تم اختطاف بيرديكاريس من طرف القائد الشهير أحمد الريسوني، الذي كان يعرف بقوته ونفوذه في شمال المغرب. أصبح الخبر حديث الصحف العالمية، وتحولت طنجة إلى مركز اهتمام دولي. بدأت الحكومات الأجنبية تتابع القضية عن قرب، ووصلت سفن حربية إلى السواحل المغربية للضغط من أجل إطلاق سراحه. استمرت الأزمة عدة أسابيع وسط مفاوضات معقدة، قبل أن يتم إطلاق سراح بيرديكاريس في النهاية. لكن الحادثة بقيت واحدة من أشهر عمليات الاختطاف في التاريخ الحديث، وساهمت في زيادة شهرة القصر والمكان بأكمله. ومع مرور السنوات، تحول القصر إلى معلم تاريخي يثير فضول الزوار. فموقعه وسط الأشجار الكثيفة وإطلالته المميزة على البحر جعله يبدو وكأنه خارج من قصة غامضة أو فيلم قديم. واليوم، لا يزال قصر بيرديكاريس شاهدًا على حقبة مهمة من تاريخ طنجة، ويستقطب آلاف الزوار الذين يأتون لاكتشاف أسراره والاستمتاع بجمال غابة الرميلات. فهل سبق لك أن زرت هذا القصر؟ وهل كنت تعرف قصته الحقيقية؟ أخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من القصص والحقائق الغامضة. إلى اللقاء في فيديو